بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الاول الاعدادي يا سنه اولى. النهارده هنحل امتحان محافظه الغربيه، رقم الامتحان 7 من كتاب الامتحان صفحه 35. معاكم مس سمر الصاوي للدراسات. لو محتاج مني اي محافظه عايز حلها، اي سؤال ما انتش عارفه، كلموني على الواتس. انا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف، او اكتب لي تحت في التعليقات اللي انت محتاجه مني. اول سؤال عندي سؤال الخريطه. بيقول لي رقم 1 دي جبال ايه؟ جبال الانديز، موجودة في قارة ايه؟ دي قارة امريكا الجنوبية. طيب بيقول لي رقم 2 المحيط، ده هو المحيط الهندي، ده هو الهندي، لكن ده هو الاطلنطي، يبقى ده هو الاطلنطي، ده هو الهندي. اللي جنب الحيطة ما بيحبش الزيطة، ده المحيط الهادي. كان أستاذنا الكبير عماد خليل كان يقول لنا كده، المحيط اللي جنب الحيطة ما بيحبش الزيطة، ده ايه؟ المحيط الهادي هنا، وده المحيط الهادي، يبقى ده هو المحيط الهندي. طيب بيقول لي في رقم 3 دائرة عرض، ده هي قارة أفريقيا. قارة أفريقيا بيمر فيها 3 دوائر عرض رئيسية، في نصها هيمر دائرة عرض اسمها خط الاستواء هنا في النص، علشان كده نص أفريقيا في الشمال ونصها في الجنوب. فوق بيمر فيها دائرة عرض اسمها مدار السرطان، تحت بيمر فيها مدار الجدي، دائرة عرض اللي هي مدار الجدي. طيب بيقول لي رقم 4 دي قارة ايه؟ آسيا. 4 دي قارة آسيا، بما تفسر تكون البحيرات الجليدية على طول عن طريق التعرية ايه؟ الجليدية. بسبب التعرية الجليدية التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض من خلال تراكم الثلوج عاما بعد عام، فتتكون منها غطاءات عظيمة من الجليد. دي الإجابة الصحيحة. لو انت كتبت التعرية الجليدية بس هتاخد الدرجة، بس اكتب الإجابة كاملة أفضل. بما تفسر يبدو لنا سطح الأرض منبسطا زي الكتاب ده، وليس به أي انحناء، يعني مش شبه الكورة، لأن ما نراه هو مساحة صغيرة جدا من مساحة سطح الأرض. يبقى علشان إحنا شايفين حتة صغيرة من سطح الأرض، شايفينها مسطحة مش دائرية. دي الإجابة الصحيحة. هي ليه كواكب المجموعة الشمسية ما بتتصادمش مع بعضها أثناء الدوران؟ ليه؟ لأن كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنظمة وفي فلك محدد، لا يميل ولا ينحرف عنه. هو ده الفلك المحدد اللي بيدور فيه الكوكب، لا يميل ولا ينحرف عنه. انخفاض درجة الحرارة في نصف الكرة الجنوبي، لدى انخفاض يبقى هيكون في شتاء في نصف الكرة الجنوبي في الكرة الأرضية في يوم 21 يونيو من كل عام. ليه؟ انت هتقول هنا الشمس بتتعامد على مدار ايه؟ بص يا سنة أولى، لدم قالك انخفاض درجة الحرارة اتفقنا ان هو هيكون شتاء، قالك في نصف الكرة الجنوبي. دايما ارسم الرسمة دي اللي هي ايه؟ رسمة الكرة الأرضية، وتعمل خط الاستواء، وتكتب ان الشتاء في الجنوب، يبقى الصيف فين؟ في الشمال. يبقى هنا الشمس هتتعامد، يعني هتكون متعامدة وموجودة في نصف الكرة الشمالي ولا الجنوبي؟ هتقول لي الشمالي لأن هنا صيف. طب في الشمال في مدار السرطان ولا مدار الجد؟ هتقول لي مدار السرطان. يبقى انت كده عرفت الإجابة، تقول بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان في نصف الكرة الأرضي الشمالي يوم 21 يونيو من كل عام، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وحلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضي الشمالي. دي الإجابة النموذجية. نهر دجلة والفرات موجودين في دولة العراق. هو عايز القارة، لو كتبت العراق غلط لأن العراق دولة، المفروض تكتب قارة إيه؟ آسيا. اتفقنا؟ هنا هنلاقي نهر دجلة والفرات موجود في قارة إيه؟ آسيا. طيب بيقول جبال البحر الأحمر، جبال البحر الأحمر هلاقيها في قارة أفريقيا هنا عند البحر الأحمر، يبقى موجودة في قارة أفريقيا. تل أبو زعبل في مصر، مصر في قارة ايه؟ افريقيا. شطار. طب انا نسيت وكتبت مصر، مصر دولة، هو عايز قارة، ما تنقصش نفسك في الدرجات، اكتب افريقيا. جبال الألب موجودة في اوروبا، في طلبة كانوا كاتبين اسيا، لا، جبال الألب في اوروبا، اسيا فيها جبال الهيمالايا.
طيب ده علامة صح أو غلط مع التصويب. لو ما صوبتش هتنقص نص درجة في امتحان آخر السنة. من البحار المغلقة بحر الصين غلط، ده بحر قزوين. المحيط الهندي أكبر محيطات العالم مساحة غلط، أكبر المحيطات العالم مساحة الهادي، لازم أصوب. تقع جبال الهيمالايا في قارة آسيا صح. خط الطول الرئيسي هو خط وهمي يصل بين النقطتين القطبين الشمالي والجنوبي صح. ثانيا التاريخ بما تفسر يعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا بسبب حاجتين اتنين. واحد تميزه ببراعة هندسته وضخامة حجمه. اتنين شيد على مساحة كبيرة 13 فدان وكان ارتفاعه 146 متر. ممكن أشيل كده وأقول إن هو اتبنى على مساحة كبيرة كبر مساحته. يبقى هكتب 1 و2. لم يكن المصري القديم من دعاة الحرب. ليه؟ لأنه شعب يفضل الحياة الهادئة التي تسمح له بأن يتمتع بثمرة عمله. لم يكن في حياته ما يدفعهم للقتال، فقد وهبهم الله النيل والحدائق الخضراء على ضفافه، فكانت حياتهم مستقرة. نكتب كل ده. كانت وظيفة الكاتب من أهم الوظائف في مصر الفرعونية. ليه؟ أي حاجة تخص الكاتب على طول هتلاقيها في الإجابة دي. لأن اختيارهم يتم من بين المتعلمين النابغون منهم يرقون إلى المناصب العليا في الدولة. ظهور منصب الوزير في مصر الفرعونية ليه ظهر؟ طبعا مش عايزة أقولك إن ده سؤال مهم جدا، سؤال امتحانات بتاع سؤال الوزير. منصب الوزير ليه ظهر؟ مهم جدا بسبب زيادة مسؤوليات فرعون، حيث أصبح من الصعب عليه أن يشرف على كل شؤون البلاد، فاتخذ وزيرا له ليعاونه أو اتخذ وزيرا له ليساعده في الحكم. كل ده صح. وساعات بيجي السؤال بالعكس، يقول لك ما النتائج التي ترتبت على حصل ايه لما المسؤوليات زادت على فرعون؟ هتقول ظهر منصب الوزير في مصر الفرعونية والفرعون اتخذ وزيرا ليساعده في الحكم. السؤال ده هو مهم. سوى ما تحته خط. كانت الملكة حتشبسوت أم الملك أحمس، طبعا أم الملك أحمس اللي ضربت أعظم الأمثلة في التضحية في سبيل الوطن إياه حطب. كانت منفى عاصمة الدولة الوسطى؟ لا، عاصمة الدولة الوسطى وأنا دايما بقولها أستاو، عاصمة الدولة الوسطى. كلمة غزو هو اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم؟ لا، اسمها معاهدة. مجموعة الأنشطة البشرية في الامتحان على طول، أول ما تشوف أنشطة بشرية دي اسمها الحياة الاقتصادية اللي هي الزراعة والصناعة، دي اسمها أنشطة دي اسمها الحياة الاقتصادية. ما النتائج التي ترتبت على إساءة الهكسوس معاملة المصريين القدماء؟ ترتب على ذلك كراهية المصريين القدماء للهكسوس. رقم 2 نمو الروح الوطنية بينهم. رقم 3 قيام أمراء طيبة بقيادة الكفاح ضدهم. دي الإجابة النموذجية. في طالب تاني لو اكتفى أن يكتب كراهية المصريين للهكسوس صح، المصريين كرهوا الهكسوس. ما النتائج التي ترتبت على اعتقاد المصريين القدماء في البحث والخلود؟ السؤال ده هو مهم، احفظه صم زي اسمك. هنلاقي الإجابة يا سنة أولى في كتاب الشرح صفحة 123. أنت هتحفظ الصفحة دي صم، رقم الصفحة هتحفظه من كتر ما السؤال ده بيتكرر، مهم جدا. النتائج لما اعتقدوا في البحث والخلود بنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة توضع فيها جثث موتاهم بعد تحنيطها. ممكن أقولها بطريقة تانية، تحنيط جثث موتاهم صح، بناء الأهرامات صح. وزودوها اللي هي الأهرامات بالطعام والشراب والأساس الذي كان يستخدمه الميت في حياته، ونقشوا على جدرانها رسوم ومناظر جميلة تدخل السرور على المتوفي وتبعد عنه وحشة القبر. وشيدوها في الصحراء، هي مين؟ الأهرامات، حيث يسود الجفاف. كل دي نتائج. لو انت اكتفيت وكتبت تحنيط جثث موتاهم، بناء الأهرامات، يا ريت تزود رقم 3 ان هم شيدوها في الصحراء حيث يسود الجفاف، كده الإجابة النموذجية صح. يعني تكتب كل ده. ما النتائج التي ترتبت على تكوين أحمس جيش قوي مزود بالأسلحة الحديثة؟ حصل إيه؟
لما أحمس دخل الأسلحة الحديثة دي النتائج: حاصر عاصمة الهكسوس اللي هو أحمس اللي هي أواريس إلى أن هزمهم شر الهزيمة وطردهم خارج البلاد وعاد إلى وطنه منتصرا. هنكتب السطرين دول. زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر الأسرة الرابعة. عايز النتائج: 1. سقوط الأسرة الرابعة. 2. تولى كبيرهم أسر كاف الحكم. 3. أسس الأسرة الخامسة أو تأسيس الأسرة الخامسة. صح وغلط. وهب الله لمصر عوامل كثيرة ساعدت على قيام الحضارة الفرعونية القديمة. صح. لم يرحب الفراعنة القدماء بتعدد الآلهة. غلط، بالعكس دول رحبوا بتعدد الآلهة. نشطت حركة التجارة الخارجية في مصر القديمة. صح. لم يكن لمصر الفرعونية أسطول حربي. غلط، كان لها أسطول. دايما بقول يا سنة أولى محتاج مني أي حاجة كلمني على الواتس أو اكتب لي تحت في التعليقات. أنا مس سمر الصاوي موجودة دايما علشان أساعدكم. لو أنت حسيت إن أنت استفدت ولو 1%، ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك لأن ده بيساعدني. وربنا معاكم يا سنة أولى.